ازيكم يا شباب، ايه الاخبار؟ اتمنى تكونوا بخير. ان شاء الله النهارده هنتكلم على حاجات ادفانسد جدا في البرودكت موديل عشان نبدا ان احنا نعمله انهانسمنت او تحسينات اكتر. هنتكلم على جلوبال سكوب ولوكال سكوب والاكسسوري، وهنتكلم برضو على ازاي ان احنا نعملهم استخدام بشكل مباشر في البروجكت بتاعنا. تمام. بشكل عام كده، الجلوبال سكوب هو حاجه انت بتعملها او بتكتب كويري جوه الجلوبال سكوب ده. الكويري ده انت مثلا بتستخدمها طول الوقت، وليكن مثلا الكويري دي هي بتعمل لك سورتنج للبرودكتس، مثلا بتعمل لك بتشوف هل مثلا البرودكت بتاعك بدأ اللي هو يروح في اوت اوف ستوك ولا لسه. زي المثال اللي احنا عندنا ده، بتشوف دايما البرودكت بتاعتك لازم تكون is active علشان تبدأ ان هي تطلع لك البرودكت بس اللي هي active، مش اللي هي not active. تعال نشوف بقى. اول حاجة انت هنا في البرودكت، لما بتيجي تستدعي كل برودكت انت بتقول هنا ايه؟ برودكت اول. انت بتجيب all records from product table، صح كده؟ طيب، عاوز اعمل مثلا البرودكت اللي هي is active filter مثلا. فهنا هعمل ايه؟ هقول هنا البرودكتس بتساوي product، بعد كده where is active true، بعد كده اقول له ايه؟ get. في الحالة دي انا لازم اكتب الستيتمنت دي كلها كل مرة انا باجي استدعي فيها البرودكتس، وده مش حاجة كويسة، وده برضو مش كلين كود. فعشان نعمل حاجة احسن ممكن نعمل ايه؟ ممكن نعمل كومنت على ده كده، بعد كده نروح على المودلز، نروح كده على البرودكت موديل، وهنا انت ممكن تكتب ايه؟ global scope for active product. طيب، تعملها بقى ازاي البرودكت سكوب ده؟ عن طريق ان انت تقول له هنا ايه؟ تعمل حاجة اسمها protected static function. اسمها ايه بقى؟ بوتد. بوتد دي بمعنى ان هو اول ما البرودكت يتم النداء عليه دي بتشتغل. تمام. بتعمل ايه بقى؟ بتحط جواها الجلوبال سكوب بتاعك اللي هو عبارة عن ايه؟ عن static add global scope. انت ممكن تقول add global scopes. تمام. وتبدأ ان انت تضيف اكتر من سكوب، ولكن خلينا ايه؟ نخليها بالشكل البسيط ده. انت بتضيف له اسم السكوب بالاضافه الى الامبلمنتيشن بتاعك او تنفيذ الكود بتاعك. تمام. طيب، اسم السكوب هيكون ايه؟ هيكون مثلا اكتف. بعد كده تقول له هنا ايه؟ الكول باك فانكشن بتاعتك هنا بتستقبل حاجه اسمها query. بعد كده تقول له هنا ايه؟ والله الكويري بتاعتي هتكون where is active equal true. معنى كده ان انا كل ما اجي استدعي كل البرودكتس مهما كان، حتى لو انا ما عملتش where وكتبتها هنا بالشكل ده، فعادي هو كده كده البرودكت ذات نفسه هيقدر اللي هو يعمل لي فلتر للبرودكتس بتاعتي ويخليها لي is active على طول. طيب تعالى كده نجرب. كنت مجهز بالنسبة لي في database الفاكتوريز اللي هي database product factory، وكنت كمان مجهز السيدر اللي هو مجرد برن الفاكتوري 10 مرات. تمام. تعالوا كده نعمل run لل API endpoint بتاعتنا اللي هي هتكون /API/products. زي ما انتوا شايفين عندنا كام واحد؟ 1 2 3 4 5. الخمسة ان هما فيهم ايه؟ is active بيساوي 1. تمام، او true عامة. لو انا بقى عاوز اجيب كل البرودكت ولكن من غير الفلتر اللي انا عملته ده، فتعالوا كده اللي احنا ايه؟ نعمل كوماند هنا كمان، نقول هنا ايه؟ with out global scope. بعد كده نكتب ايه؟ active. طب انا ليه كتبت active بالذات؟
كان نقوله هنا get، لان لما انا قلت هنا active اللي هي بتساوي active scope اللي انا حطيتها هنا، تمام. فتعالى كده نشوف، المفروض هو يجيب لي دلوقتي كام؟ 10 result، 1 2 3 حطه is active، عمل لي هو عليها 0، تمام. هو فعلا جاب لي ال10 IDs بتوعي. حاجة تانية بقى اللي هي اللوكال سكوب. تخيل معايا دلوقتي بقى لو انا مثلا عاوز اجيب كل البرودكتس، ولكن عاوز اعمل عليها فلتر. الفلتر ده هيكون حاجة اسمه برايس بتوين. لما يكون البرايس بين مثلا ال5 دولار وال40 دولار، طيب انا عاوز اعمل الفلتر ده على البرودكت بتاعتي، بس مش عاوز اخليه ايه، مش عاوز اخليه جلوبال، لان انا حتى لو انا خليته جلوبال انا مش هقدر ان انا ابعت له ايه بارامترز. فايه اللي يحصل ان انا هخليه حاجه اسمها ايه لوكال. طيب اللوكال ده بيتعمل ازاي؟ كل الحكايه ان انت بتقول له public function، طول ما مثلا ايه، اول حاجه تبدا بيها هي دايما سكوب، تمام. بعد كده تكتب ايه price between بالشكل ده، تمام. بعد كده تقول له انا عاوز اعمل كذا حاجه. اول حاجه دايما بتبعتها له اللي هي ايه الكويري بتاعتك. بعد كده تبعت له البارامترز اللي انت هتستخدمها، اللي هي مثلا ايه المن والماكس زي ما هو كاتبها لي كده. بعد كده تعمل ايه؟ بعد كده تعمل return للكويري بتاعتك. طيب هنا هو between دي اصلا الكوين كويري يعني، فانت ممكن تشوفها او ممكن انت تكتبها بنفسك لو انت مثلا عملت where، تمام. تقول له هنا مثلا لما يكون البرايس اكبر من او يساوي المن، ولما يكون البرايس اقل من او يساوي الماكس، تمام. ولكن الاحسن ان انت تكتبها بشكل نظري where between. بعد كده تديله البرايس اللي هو الكولوم اللي انت عاوز تعمل عليه تشيك. بعد كده تديله ايه البارامترز بتاعتك في array. فالمهم انت دلوقتي لو عملت برضو comment على الكود ده، بدأت ان انت تقول له ايه انا عاوز اجيب البرودكتس بتاعتي. بعد كده تقول له ايه عاوز اجيب price between. هنا انت كنت كاتب ايه scope price between، ولكن انت ممكن تنادي عليها بالشكل ده. ليه بقى؟ لان هو ده الشكل اللي هو بيتحولك في الاخر كاسم، عشان تعتبر مثلا ان السكوب هي مثلا ككيورد، وان البرايس بتوين ده هو ده الاسم بتاع السكوب، تمام. هنا مثلا هتكتب 5 وهنا مثلا هكتب 40. نعمل سيف، ما سند، وشفت هتلاقي ان هو عندك 2 برودكت بس، وفعلا البرايس بتاعهم 37 و37 و86 وهنا 37 و4. طيب تمام. بالنسبة بقى لو أنا مثلا عاوز أستخدم حاجة اسمها اكسسوري دي بتعمل إيه؟ بتعمل لك فورمات مثلا للبرودكت نيم اوتوماتيكلي، بتخلي لك الدنيا معاك تشتغل على إنك تستخدم attribute أو fake أو virtual attribute أو virtual field من غير ما تعدل في الداتابيز بتاعتك. بمعنى انت مثلا عاوز تعمل فورمات للنيم بشكل معين، بدل ما تقول له هنا في برودكت انا عاوز اضيف كمان في الداتابيز مثلا formatted price مثلا او formatted stock او حاجه زي كده، فانت لا، انت ما بتضيفش حاجه زي كده، انت بتضيفها بس بشكل فيرتشوال. وهنا في الفورمات نيم هو بيعمل ايه؟ هو بيقول له ان انت ممكن تخليه اول حرف من كل كلمه كابيتال. هنا انت بتكتب ايه public function get formatted attribute. وخلي بالك هنا من حاجة، بص يا سيدي formatted name دي اللي انت هتستخدمها، سيبك بقى من get وسيبك من attribute. فطريقة استخدامك ليها هتكون عاملة ازاي؟ هتكون عاملة كده formatted name بالشكل ده. تعالى كده نشوف. انا مثلا عاوز اجيب اول ايتم، فانا هعمل comment على ده كده، كده اعمل format document. بعد كده مثلا بدل الداتا دي هرجع له ايه البرودكت formatted name. بعد كده هعمل send.
زي ما انت شايف اول حرف كابيتال، اول حرف مكانش كابيتال. تمام.